قائمة منتخب مصر اللي نزلت فيها حاجة عجيبة وفيها مجاملة غريبة وهنفهم ليه، بس الأول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كابتن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ليه ما انضمش لقائمة منتخب مصر اللي لسه نازلة؟ أحمد الشناوي كابتن حسام حسن اختار محمد الشناوي على عيني وعلى راسي. محمد صبحي عامل موسم كويس قوي مع نادي الزمالك. عبد العزيز البلعوطي نفس الكلام عامل موسم ممتاز. ليه اختار مصطفى شوبير؟ ينفع تختار اتنين حراس من نادي واحد؟ ما بتحصلش في العالم كله، ما شفناهاش ولا هنشوفها الا مع منتخب المجاملات. كابتن احمد الشناوي الراجل لو هتكلمني مقارنه بينه وبين مصطفى شوبير، لو هتكلمني كخبرات طبعا احمد الشناوي خبراته اعلى بكتير من مصطفى شوبير. لو هتكلمني على التألق الموسم ده هتلاقي احمد الشناوي طبعا اساسي مع بيراميدز، عامل ماتشات كبيره، واخد معاهم بطولات، واخد معاهم دوري ابطال افريقيا، وكان سبب من اسباب الفوز بالتألق بتاعه اللي شفناه. ولسه واخد معاهم الانتر كونتيننتال وعامل ماتشين جامدين جدا، خصوصا ماتش الاهلي السعودي، عامل ماتش كبير قوي في الدوري، ماشي حلو قوي، فالراجل مستواه ثابت، عامل ماتش ممتازه. لو هتكلمني على عامل الخبره، فالعامل الخبره بيرجح كفه احمد الشناوي. طب ليه تسيب حارس زي دوت وتروح تاخد مصطفى شوبير؟ مع احترامي لمصطفى شوبير، موهبه وحارس جاي وحارس تمام التمام، وانا مقتنع بيه اكتر كمان من محمد الشناوي. بس لو هتختار واحد يبقى تختار لا اما ده لا اما ده، عشان حرام تسيب لاعب زي احمد الشناوي متالق مع فرقته وخبرات وتروح تختار لاعب تاني. القايمه فيها اصلا مفاجآت كتير وفيها مجاملات كتير وفيها حاجات عجيبه غريبه، وربنا يستر عشان المجاملات دي اخرتها بيبقى وحش والله العظيم. يا كابتن حسام صلوا على النبي يا اخواتي، اعملوا شير وفولو لايك. سلام.